السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الاير فراير دي اللي هي بلاك اند ديكر، ماشي، اللي هي 12 في 1 5000 تقريبا و800 مش عارفة ايه. انا كده من الكرتونة كمان دي كل حاجة درجة الحرارة بتاعتها اللي هي بيقولوا عليها اللي هي بتعملها اهي. AF 5800 B5، ماشي. الساعة بتاعتها طبعا حاجات انا هوريها لكم في اول فتحها خالص واول استعمالي ليها والحاجات دي كلها، بس هقول لكم على حاجات قابلتني فيها طبعا في البدايه كده، وبعدين هقول لكم ايه اللي انا استخدمته فيها. التنظيف بتاعها صعب، وزي ما انتم شايفين قشرت وهتصدي من جوه. دي في انواع تانية انا شفتها ليها زي صفايه فيها بتشيلها بايديها، لكن دي لا، دي ملهاش، دي زي ما هي كده، دي بتتحط. دي الحمد لله اللي ما بدتش ولا جرى لها حاجه، لان هي دي استخدامي عليها، لان استخدامي على دي يعني الحاجه اللي مصديه تحت ماليش علاقه بيها، لان مش هستخدم عليها حاجه. جبت قالوا تنظيفها بدقيق، ومش بدقيق، عملتها بالدقيق ما شاء الله. كان في بواقي من التحمير او حاجات كده واقعه فيها من تحت، جرحت لي جرحتها حتتين كده، بعد كده زادوا، معرفش زادوا ازاي. ايه تاني، عملتها ميه سخنه فرشه صغيره كده بتاعت بنستخدمها للكوبايات والحاجات دي، عملت بيها برضو ايه ما بتنضفش. حطيتها في ميه سخنه ومش عارف ايه برضو ما بتنضفش. حتى يعني كنت منضفه الاول يوميا، وبعد كده بدات ان انا ايه ما عادش يوميا ولا حاجه. في حاجه كمان لما تحطي فيها بطاطس تطلع فيه حاجات صغيره في البطاطس، تلاقيها نزلت تحت اتحرقت بقى، مش هتيجي. وكمان لما تيجي تفضيها، لما تيجي تفضي منها بطاطس محمره، بتفضي طبعا بيكون عليها زيت، تكون حاطه شويه زيت عليها، بتيجي تفضي الزيت بينزل على البطاطس اللي انت ايه عاملاها، فلازم انت تشيليها. لا تشيلي دي، وطبعا تبقى سخنه جدا. لا تشيلي البطاطس بقى باي ماسك او اي حاجه، ده عيب فيها، ده عيب اللي انا قابلني فيها، بس اللي هو الموضوع ده. ماشي، انا استخدمت فيها ايه بقى؟ انا طبعا حليتها زي ما انتم شايفين كده كبيره، خدت تقريبا 2 كيلو بطاطا، بس خدت وقت. انا حطيت البطاطا وبعدين كنت بقلبها، اللي كانت بتستوي بطلعها، عملت عليها اللي هي الشوي بتاعه البطاطس. ولا مش عارفه عملت ايه يومها، شويتها بايه تقريبا بتاعه البطاطس. عملتها كام مره عشان اعملها، خدت لها فتره كبيره يعني. لو حطيتها كلها في فرن بوتاجاز مره واحده هتبقى حلوه، بس تشوت يعني في الاخر. لو مش عندك غاز هتبقى حلوه في الحته دي. وعملت فيها بيتزا، بس طبعا ما فهمتش ليها، على ما اعتقد اتحرقت مني بسبب ان انا ما فهمتش لها. عملت فيها، بس كنت حاطه طبعا ورق حراري تحت، ما اتحرقش ولا حاجه. مش ورق حراري، ورق فويل، ورق زبده. هو الورق الحراري ده الورق الزبده، حط ورق زبده ما اتحرقش ولا حاجه. عملت فيها، بحمر فيها فراخ، حلو برضو في التحمير، فراخ بط مش عارفه ايه. بسخن فيها محشي، ممكن محشي كوسه وبتنجان بحط فيها، لو انت حابه تسخنيه او تحمريه بتحطي فيها برضو وبتقلبيه بيبقى جميل. عملته فيها كان تحفه بصراحه، بعد ما سويته طبعا وعملته فات شويه لتاني يوم حطيتهم فيها، سخنهم وحمرتهم، كانوا حلوين جدا. لو عايزه اسخن اي حاجه بتسخن وبتسخنه بدرجه كويسه، مش بتخليه بارد. يعني ممكن جبت طعميه بردت مني حطيتها فيها كانت تحفه الطعميه برضو. قليت فيها بتنجان، حطيت فيه بتنجان ودهنته شويه زيت كده وحطيته، كان حلو جدا، موفر معاكي في الزيت ومبيشربش زيت كتير. البطاطس لما حطيتها فيها هوريكم شكلها بعد شويه، هوريكم شكلها. انا لما عملت فيها بطاطس اول مره طبعا ايه، هم قالوا زيت شويه، فحطيت معلقه زيت او معلقتين زيت عليها كده، طلعت طبعا ايه مجلده، اتحمرت بس مجلده. جيت تاني مره كترت شويه الزيت اللي انا حطيتهم عليها، كانت طالعه حلوه، تحس ان هي مقربه شويه، لان احنا بنحمرها على النار، بس طبعا مش نفس الطعم، ما اقولش انها نفس الطعم. في حاجه حلوه فيها بقى، بتحددي الحاجه وبعد كده بتعملي لها اللي هي ريهات دي بتسخن تسخين مسبق، يعني انت بتسخني اللي بتاع عشان تحطي فيها الحاجه اللي انت عايزه تعمليها. طب تعالوا نفصل، طب نشغله لوحده اهو، ما بيشتغلش. تشغلي الحاجه الاول وتعمليها، هو لو ما عملتهوش كمان، حتى انتوا الزرار بتاعه نضيف قوي كمان اهو، مش عليه حاجه. لو ما شغلتيش دي هو لوحده هيسخن. انا هحط فيه، انا عملته اهو، حطيت البطاطس فيه ماشي. بعد شويه بيبدا بيديني هنا حاجه اخر، ستارت اهي بريهير دي،
ماشي. يعني هو بيسخن، بيستعد، بيسخن. تمام. هو بيسخن ماشي، ويجي بعد ما يعمل تسخين بيديك ايه كلمه اد فود، دي في الطعام. انت لو انت حاطه ضيفه الطعام فيه من قبلها، هو بيديك دي في الطعام برضو، لان هو معدل كده ان هو بيسخن وبعدين يبدا يشتغل. انت لو حطيت الحاجه من اولها مش هتحمر، لا هتحمر وهتشتغل عادي. يجي في نص الوقت بالظبط. لو انت عامله الحاجه مثلا على 20 دقيقه 15 دقيقه، على 20 دقيقه يبقى عند 10 دقائق هيديكي حاجه كده ان انت تقلبي الطعام، اقلبي الحاجه اللي فيه. طبعا احنا بنقلبه قبلها، قبل الوقت ده برضو بنبص عليها عايز يتقلب او مش عايز يتقلب او حاجه زي كده. عملت فيه سمك، قليت فيه سمك، يعني دهنت السمك بشويه زيت وعملته، كان تحفه بصراحه. مفيش بقى زيت بيطلع على صدرك بعد ما تاكلي ولا اي حاجه من دي. تمام. هنقول بقى على ايه الحاجات بتاعته. انا شغلت دي، عايزه اعمل درجه الحراره بتاعتها، اقلل مثلا، عايزه اعمل اي حاجه مش على الدرجه العاليه. استنى الاول نرجعها تاني ليها اهي. بنقلل درجه الحراره، تنزل 5 كده ماشي. هي على 200، اخرها 200. طيب لحظه. عايزه بقى اقلل التوقيت بتاع الحاجه اللي بتتعمل جوه. طبعا البطاطس مش هتيجي على 15 دقيقه، فالحقها وهي جايبه كده. تعملها تلت ساعه، نص ساعه، على حسب الكميه اللي انت حطاها، وبتقلبيها طبعا طول ما هي شغاله. معانا هنا بتاع الخبز دي، ومعانا اللي هي فراخ اللي هي روست، ومعانا كمان ايه تاني. استنى اقول لك الحاجه بتاعت السمك دي اهي. اشتغلتها على السمك بس عملتها كام مره برضو. بتاعت السمك بيديك كل حاجه بدرجه حرارتها، وكمان الوقت اللي هي هتاخده بعد دي تقلب. هتلاقي الوقت 10 دقايق، في 10 دقايق طبعا على حسب حجم السمك. طبعا عمرها ما تيجي في 10 دقايق. اللي هي ريهات دي اعاده تسخين، يعني انت زي ما بقول لك كده ممكن نحط الحاجه نسخنها فيها. دي بتخليه، يعني بتحط الاكل فيه عشان يفضل سخن، تعمليها عليها وتسيبيه هيفضل سخن. في هنا لمبه بتنور جوه، لسه شغاله ما اتحرقتش الحمد لله، عشان في ناس كانت بتقول بتتحرق. ايه تاني الحاجه اللي انا بستخدمها فيها اللي اقول لكم عليها عشان ايه مفتيش. في طبعا تجفيف، اللي هي راحت فين اهي. لا دي تسويه خضار، انت عايزه تعملي خضار تسويه. وفي كمان هنا تجفيف، دي بتجففي فيها برضو خضار. يعني الحاجات اللي انت عايزه تجففيها بتجففيها فيها. طبعا جوانح دجاج. ما سويتش فيها فراخ قبل كده كامله، بس عملت فيها تحمير كان حلو برضو، زي اللي انت حاطاه تحت الشوايه، اللي هو مبيبقاش له طعم تحت الشوايه ده، لو انت حطاه بدون حاجه عليه. يعني انا بحطها زي ما هي، بقطع الفراخ واحط ورصها كده بتصفر وتحمر كده زي ما هي بتعمل. لكن طبعا لو انت متبله وشها هتديكي طعم. طبعا الحاجات دي موجوده هنا وموجوده على الجهاز من فوق، موجوده على الجهاز من فوق اهي. بس طبعا دي بتضغطش عليها. ممكن نستغنى عنها، نقدر نستغنى عنها. هي موفره في الزيت، موفره بس بتاخد كهرباء، يعني هي موفر زيت بس تاخد معاكي كهرباء كتير. بس طبعا هي سريعه في ايه، ان انت مثلا ولادك ممكن يشغلوها وانت بره يحمروا فيها بطاطس، لو هم هيعملوا فيها بطاطس ولا حاجه تبقى سهله. بتنجان مش هيشرب زيت، بيبقى طبعا حلو برده، مش وحش، بيبقى طالع حلو. في حاجات كتير ما جربتهاش فيها، بس اللي انا جربته قلت عليه. ان شاء الله هجرب فيها فراخ، بس يعني مش عارفه امتى، لان انا بحب الفراخ في كيس حراري، فممكن اجربها اعملها زي ما انا بحطها في كيس حراري وادخلها فيه ونجرب نشوف هتطلع عامله ازاي ان شاء الله. في ناس قالت عليها هي عيبها، زي ما قلت العيب اللي هي ما فيهاش المصفى اللي جوه دي، اللي انت بترفعيها عشان تصفي الحاجه اللي فيها. هي طبعا بتصفي كل حاجه فيها من تحت، بس وانت بتفضيها دي هنا مشكله. طبعا انها قشرت مني من تحت، ممكن يكون نظافه ولا حاجه معرفش يعني. وانا بنضفها هي حسيت ان هي بعد ما عملتها بالدقيق حسيت ان هي حصل فيها الجرح ده، بس بعد كده زاد تاني، لقيت فيه تاني. وانا بغسلها المره دي لقيت فيها اللي بتاع دي. ناس كتير اتكلمت عن النظافه بتاعتها، وبصراحه مش عارفه اوصل للطريقه اللي هم بيتكلموا فيها، لان كل ما انفذها ما بتطلعش زي ما هم بيقولوا. اتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.